السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا بنات، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة مختلف تماما، دخلنا كده جولة في محل ملابس، بس عايزة أقول لكم كل حاجة موجودة في المحل دوت، وكمان بأسعار جميلة جدا، وتعتبر الخامات الموجودة كمان كلها حاجات يعني نظيفة جدا جدا. أنا عن نفسي عن تجربة استعملت لبس من المحل دوت، ولبسي كله من المكان ده، يعني حاجته كلها جميلة جدا جدا جدا. يعني شوفوا انا باكد لكم عليها ازاي، وكلها منتجات يعني نظيفة والخامات كويسة جدا، وكمان اسعار كويسة. اللي حابب يزور المكان او ان هو يشتري اونلاين مفيش مشكلة خالص، ممكن يراسلني على الصفحة او على القناة، وتبعتولي في الكومنتات وتقولي لي انتوا عايزين ايه. يعني ممكن يكون في كمان توصيل، وفي كمان لو حد من المنطقة تبعنا هيحضر المكان دوت ويروحوا. بصي يا حبايب قلبي، كل حاجه موجوده كده عندك. دخلنا الركن بتاع الترنجات زي ما انتم شايفين كده، جميع الستايلات موجوده، وكمان الخامات بتاعتها جميله جدا جدا بصراحه، ممتازه. عن تجربه انا اخدت حاجات من دي جميله فعلا، الخامه بتاعتها ممتازه. كمان مش النوع اللي هو ممكن يغير مع الغسيل، او الحاجه اللي هي ممكن تكش لما تغسليه، ما فيش الكلام ده خالص. حاجات كلها فعلا زي ما قلت لكم وباكد عليكم ممتازه جدا جدا. المحل دوت عايزه اقول لكم اسعاره كويسه، وكمان يعني في حاجات زي ما قلت لكم، في حاجات، في كمان لبس الترنجات للشباب للبنات العرايس، يعني ممكن لو عروسه بتجهزي هتجهزي من هناك. في قسم زي ما انتم شايفين كده الترنجات والبيجامات، وفي كمان اللي هي الحجاب اللي هو بكم دوت، وفي موجود كمان قسم اللانجيري. يعني بقولك لو انت عروسه وبتجهزي هتجيبي كل حاجتك من هناك، وعلى ضمانتي حاجات كلها ممتازه فعلا وجميله. وباكد عليكم مره واتنين وتلاته، المكان دوت او المحل دوت حاجته فعلا ممتازه يا بنات. اتمنى ان انتوا تزوروا المكان او تشتروا منه حاجات، فعلا مش هتندموا ان انتوا اخدتوا من المكان دوت. بصي كده المكان اللي انا بلف فيه دلوقتي ده زي ما قلت لكم قسم الترنجات والبيجامات والبرمودات والحاجات اللي زي كده. اللي بعديه على طول بيكون قسم لانجري اللي هو الحاجات الداخليه واللازم منه بقى زي ما انتم عارفين. فبصراحه انا حبيت اخد لكم كده كصور من فوق الموديل او حاجه، ان انتوا مثلا تشوفوا الصوره او كده. طبعا بيختلف معاكي بقى الالوان من موديل للاخر. وزي ما قلت لكم ده قسم اللانجري، يعني في حاجات وحاجات، في حاجات للبنات العرايس، وفي حاجات للستات ستات البيوت عادي يعني. فزي ما قلت لكم باكد عليكي بدل مره اتنين وتلاته، المكان فعلا ممتاز يا حبايب قلبي، اتمنى تزوروه. وكمان في موجود اسدالات، الاسدال اللي هو بتاع الصلاه، وجلاليب بيتي اللي هي بنص كم اللي هي بتقعدي بيها في الشقه. وفي برضو زي ما قلت لكم جلاليب استقبال، وفي كمان لبس للاطفال سواء بنات او ولاد، وفي لبس خروج عبايات. ويعني عايزه اقولك في كل حاجه اللي يعني بتحتاجيها في المكان دوت يا حبايب قلبي. ده كده قسم اللانجري زي ما قلت لكم، والبرمودات والحاجات اللي زي كده. برضو خدت لكم صور كده من فوق الموديل. وطبعا الموديل بيختلف كشكلا، وكمان عايزه اقول لك يعني الخامه انا باكد عليها ممتازه فعلا فعلا، يعني الخامات ممتازه وحاجات نظيفه. بصي زي ما بقول لك كده ده قسم اللانجيري. ونكمل كلامنا بقى عن المكان دوت. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي موجود فيه كل حاجه، في كل يعني كل ست بيت، في الامهات، في يعني لو انت عايزه تهادي والدتك، وعايزه تهادي جدتك، عايزه تهادي بنوتك، كمان للاطفال اللي انت تجيبي لهم لبس عيد او اللازم منه، او اطقم خروجات. تجيبي لنفسك الاسدالات الصلاه والجلاليب البيتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجلاليب الاستقبال. يعني زي ما بقولك كافة كل ما تحتاجيه، وكافة كل ما تحتاجه العروسة في المكان دوت. يعني اللهم بارك، المحل شامل كل حاجة، تخشي فيه كده تطلعي يعني لو معاكي اولاد هتكسيهم هتجيبي الحاجات اللي انت عايزاها. وده طبعا زي ما انتم شايفين كده دي حاجات برمودات وترنجات، حاجات عادية سعرها بيكون مناسب شوية خلاف الحاجات اللي قبل كده شفناها. يعني موجود الغالي والرخيص، الشعبي والمستورد، فاهمه؟ يعني زي ما بقول لكم كده الغالي والرخيص، الشعبي والمستورد، حاجات اللهم بارك ممتازه المكان. وكمان في قسم
اللي هو الذهب الصيني، الاكسسوارات والسلاسل والحلقان والحاجات دي. وفي كمان مكان اللي هو بروفا ان انت يعني بيساعدك ان انت تقيسي وتبدلي. يعني يعني المكان فعلا جميل جميل، فيه راحه نفسيه كده لما بتخشيه، تحسي ان انت مرتاحه، بتحسي ان انت اكنك في بيتك في مكانك. بتشتري براحتك. صاحبه المحل بصراحه عندها ذوق جدا في المعامله، هتقابلك وهتستقبلك واللي انت عايزاه وبتاخدك على كفوف الراحه. يعني مفيش مشكله، مفيش عندها ادنى مشكله خالص ان انت تقيسي وتشوفي وتجربي. هي فعلا ست محترمه جدا وكويسه، بغض النظر عن ان مثلا بعمل ريفيو عن المكان تقولوا مثلا صاحبتي او حاجه، فانا بعمل كده بغض النظر عن كده خالص. فعلا كل اللي شافها اتكلم عنها بالطريقه دي ان هي فعلا محترمه ومقابلتها كويسه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي حاجات البيبيهات المولوده اللي هي بدل السبوع وفستان السبوع للنات والحاجات دي. حاجات يعني عايزه زي ما قلت لك كده في الاول، المكان هتخشيه هتطلعي منه شايله ومحمله. اللهم بارك، ربنا يا رب يرزقها ويرزق كل من كان بالذريه الصالحه، اللهم امين. ويحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب العالمين. قولوا امين يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في خالص دعواتكم، ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب للقناه، وتعملوا شير للفيديو الجميل ده علشان كل الناس تقدر تستفاد من المكان القمر دوت. واتمنى ان انتوا تزوروا المكان وتكتبوا لي في الكومنتات قد ايه الفيديو كان جميل وعجبكم، وقد ايه لو انتوا حابين تشتروا حاجه ممكن تراسلوني وانا اتواصل مع صاحبه المكان او اكتب لكم العنوان في التعليقات. وطبعا زي ما قلت لكم المكان فعلا فيه كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. دي فوط الكبيره وفوط الاطفال، يعني كل حاجه موجوده في المكان ده يا حبيبه قلبي. انا كده وقفت بره وخدت بقى صوره كامله كده للمكان عشان اوضح لكم كل اللي هو موجود فيه. زي ما قلت لك عندك بقى الحاجات البناطيل، وعندك الطرح اللي هي الخمار الماليزي، والنقابه كمان عندها النقاب اللي هو الطقم الماليزي جميع الالوان، وعندها الجلاليب الاستقبال، كل حاجه. اللهم بارك في المكان دوت. اتمنى فعلا ان انتوا تدعمونا في الفيديو الجميل ده عشان يقدر يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان ربنا يرزقها ويحسن ما بين ايديها يا رب العالمين، ويرزقنا معاها اللهم امين. ادعوا لي ولكم بصالح الاعمال. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.